السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم ويا مساء الفل عليكم. عارف إن أنا مقصر وعارف إن أنا غايب بقالي كتير، بقالي أكتر من شهرين مثلا أو حاجة، غايب عن الفيديوهات وغايب عن التنزيل وكل حاجة. بس يعني الواحد بعد أفريقيا يعني حس بقلة شغف شوية ناحية الكورة. صورت فيديو، كنا كسبنا ماتش، والله ما فاكر كان أنهي ماتش كسبناه عشان احنا بقالنا يعني حبة مش بنكسب. صورت بعديه فيديو ولكن يعني بحس ان انا مش قادر اصور بعد كده فيديوهات والشغف قال له. تقريبا انا كنت بطلع اقول نفس الكلام لان احنا كنا بنخسر دايما. حتى فاتني فتره ان احنا كنا بنكسب دي ما كنتش مهتم بيها، لان يعني كنت مهتم بقى مع المنتخب في افريقيا وكده. دي الفتره كنا بنكسب فيها وبعد كده بقينا نرجع نخسر تاني. ولكن القرف اللي شفته والزهق والاداء الزباله اللي احنا شفناه، يعني ما قدرتش بصراحه ان انا ما اطلعش اتكلم. يعني حسيت ان الموضوع جاي على نفسيتي فما قدرتش ان انا اسكت وما اتكلمش. يعني فحسيت ان انا لازم اتكلم ولازم اطلع اتكلم على شله الحراميه اللي ماسكه النادي، على شله الفشل اللي ماسكين النادي، على اللعيبه الفشله، على اللعيبه المشطبه، على شويه الحمير. لازم نتكلم عليهم عشان بصراحة أنا هنا وأنا النهاردة مش هتكلم على ماتش سيتي كتير. أنا أصلا ما شفتش غير الشوط التاني عشان كان عندي امتحان. شفت الشوط التاني بس، ويا ريتني ما شفته عشان شفت أوحش حاجة ممكن تتشاف. ناهيك عن الأهداف بقى، سيبك أصلا من الأداء، ناهيك عن الأهداف. قبل بس ما اتكلم في اي حاجه، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب كومنت حلو كده وتشير الفيديو في كل حته وترحب بالعوده. ان شاء الله هحاول ان انا كل يوم انزل فيديو افضح فيه ارض صوت واشتمه واشلف له ان شاء الله. يعني ناوي بعد خساره باريس ده بقى يبقى فيه قاعده بقى هجيب فيها ناس وبتاع. فيلا بينا. طيب مبدئيا كده احنا خسرنا قدام سيتي 4-0. للي مش عارف يعني او يعني ما كان نايم مثلا الصبح ما لحقش الماتش، احنا خسرنا قدام سيتي. احنا اتفشخنا قدام سيتي 4-0. اتفشخنا يعني بمعنى الكلمة. فشل فشل فشل. وده طبعا ناتج بقى يعني عن مباريات قديمة، عن قرف، عن لعيبه مش طايقه التيشيرت اللي هي لابساه، عن لعيبه مش طايقه المدرب، مش حاسه معاه بامان، عارفه ان هو كده كده هيمشي، عارفه ان اصلا الاسطوره ونجم الفريق اساسا ماشي وسايب السفينه عشان عارف انها بتغرق، عشان هو راجل ذكي، عارف ان الدنيا بتقع، عارف ان احنا معانا راجل حمار قاعد على البنش بره بيهبل، مش عارف هو بيعمل ايه. تشكيل اصلا من بدايته حاجه تعرفك ان الراجل ده اساسا بايع وعارف ان هو ماشي. ويسيبك بقى من الكلام اللي بيقعد يقوله بول جويس والشغل الاهبل ده، ان هو قاعد والاداره حاطه ثقتها في ارني سلوت ودامسون. ده احنا بنهبل. بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا على مين يا شوت فشله؟ شوت فشل، شوت حراميه. الحرامي ريتشارد هيوز والحرامي مايكل ادواردز والمهرج ارني سلوت، الثلاثي اضواء المسرح. الحرامي مايكل ادواردز والحرامي ريتشارد هيوز والمهرج ارني سلوت. الدلدول الدونكي بتاعهم اللي هو امشي روح اعمل مش عارف ايه. وبعدين بقى في الاخر بقى انا عايز اعرف بص ان هم في الاخر هيقولوا لك معلش بقى سلوت انت فشلت، انت محتاج تروح ترجع هولندا، تروح بقى تفتح بطاطس، تشوف همام عمل ايه وتعمل زيه، تحل بقى تشوف لك ادريانو، تروح تأجر لي شقة، اتصرف. احنا ملناش دعوة بيك، وده اللي هيحصل معاك يا باشا عشان هم مش هيبيعوا نفسهم وهيبيعوك انت ويصدروك امتى. يا حمار يا غبي يا اللي بادئ ماتش بجوميز. انا عايز افهم هو احنا اصلا يعني اشترينا فريمبونج ليه؟ جبنا فريمبونج ليه والله؟ يعني عشان يبقى بديل صلاح؟ مين قال كده؟ الراجل بيلعب باك طول عمره، او اللي هو باك في خطة ثلاثة يعني. بس هو باك يعني باك بيزيد، يعني باك بيزيد زي ارنولد عادي يعني. انت جايبه بديل صلاح ولا جايبه باك؟ لا انا جايبه ايه؟ وانا جبت فريمبونج ليه صحيح؟ عشان يعوض ارنولد صحيح. ما بلعبوش ليه بقى؟ عشان برادلي مصاب. عشان برادلي بيلعب. طب برادلي مصاب ما لعبوش ليه؟ لا ارني سلوت بقى يخش قاعة المؤتمرات بقى، يخش قاعة المؤتمرات. انا حاسس اننا محتاجين نلعب بجوميز باك. فعلا صح، فكرة جهنمية سلوت طبعا. ده شوية بقى مطبلاتية، شوية حرامية بقى اللي بيطبلوا له. تصدق يا ارني، تصدق يا ارني ان انت عندك حق فاهم. احنا محتاجين نلعب بجوميز باك فاهم. فنخش نلعب بجوميز باك، فنلبس جونين ولا ثلاثة من جبهة جوميز دي. الله. لا اقوم اقف واطلع بره الكادر بقى. انا اقوم اقف واطلع بره الكادر ومش هبقى موجود في الكادر. تحية بس لارني سلوت.
وما نشيلهاش برضو السلوت بس يا جماعه، ما نشيلهاش السلوت بس، عشان انت عندك لعيبه مختله، واللعيبه المختله دي جمال الاداره ايه اللي بتحب. بص هو الموضوع كله جاي في سلوت يعني، فخليني اشتم سلوت براحتي يعني، خليني اشتم سلوت براحتي، عشان انا عندي واحد مشطب والتاني شنجل ومانجا. دول كوناتي وفان دايك دول شنجل ومانجا، وافهموها انتوا بقى، شنجل ومانجا. في ماتش الدوري اللي كنا بنلعبه في الاتحاد، اللي انا لسه شايف الفيديو بتاعه لو كنت انا مصوره، هالاند قطع في ظهر كوناتي، وكوناتي كان عامل ماتش كارثه يعني، ساب دوك ويجيب جون وفتح له الزاويه وقطع في ظهره. النهارده برضو هالاند قطع في ظهر كوناتي ولا فان دايك والله ما فاكر، بكل اريحيه الراجل قطع في ظهر كوناتي يعني، عدى بكل اريحيه وحطها يعني، لدرجه ان كوناتي اساسا محسش بيه يعني، هو قطع في ظهره ومحسش بيه، جه حط البتاع السلام عليكم واتكل راح احتفل قعد يعمل كده زي المجنون. خلاص انتهى خلاص. ليه؟ ليه حرام؟ ده احنا كنا كويسين. كانوا بيقولوا ان احنا كنا كويسين، انا ما شفتش بصراحه، بس هم كانوا بيقولوا ان احنا كويسين. وصلاح ده انفراد، صلاح يعني خلاص يعني، صلاح اصلا خلاص يعني تمام. انا ما بقيتش اتضايق بقى، هو صلاح خلاص يعني، او خلاص مع ليفربول يعني، هو ممكن ما يبقاش خلاص مع اي فرقه تانية، يا هو خلاص مع ليفربول. انا مش قادر، انا مش هشيله الليله طبعا، بس انا مش قادر بقى استحمل يعني بصراحه. هو اداؤه بقى وحش قوي يا جماعه، وحش قوي 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 قوي، متدني، ومش فاهم الداون جريد ده جه ازاي او حصل ازاي. بس يعني اعتقد ان هو يعني لحق نفسه، ان هو طلع قبل ما نخرج من دوري ابطال والاف اي كاب، يسيب النادي احسن دلوقتي احسن. انا شايف ان ده توقيت ممتاز اللي هو عمله ده، ان هو يسيب النادي دلوقتي. طبعا متضايق طبعا، حزين وكل حاجه، واسطوره النادي خلاني اشجع النادي وكل حاجه، بس التوقيت ممتاز ان هو يمشي دلوقتي قبل ما نخسر الاف كاب وقبل ما نخسر الشامبيونز ليج، عشان ما حدش يقول له اه انت سبت بقى الدنيا بعد ما باظت جاي تمشي. لا انا ماشي دلوقتي، واحنا هو اللي كنا لسه في بطولتين، خرجنا من واحده بسبب التخلف، والتانية هنخرج منها كمان كام يوم يعني، ما تستعجلوش، او كمان اسبوع بالكتير قوي يعني، لو عرفنا نتعادل في الامراء هنخسر في الانفيلد برضه عادي عادي، مفيش مشاكل يعني. احنا رحنا جبنا فيرس، جبنا ايزاك، جبنا فريمبونج، جبنا كيركس، وجبنا ممرداشافيلي وكيتيكي طبعا، 6 لعيبه، جبنا 6. ممرداشافيلي جه من السنه اللي فاتت، بس احنا يعتبر جبنا 6 لعيبه يعني، 6 لعيبه فيهم مين كويس كده. الكيتيكي نص، ده نص، ده يعني ده بني ادم، ده نص بني ادم، ده كده نص. احنا جبنا 5 لعيبه او 5 فشله ونص، القبض على 5 فشله ونص. ده الكيتيكي اللي هو يعني ساعات بيبقى كويس ساعات بيبقى وحش. ممكن فيرتس يبقى مثلا يعني، ده فيرتس ممكن يبقى، ولا خلي ده فيرتس بلاش، انا بقول لكم بلاش يعني، بلاش نخلي ده، خلي ده فيرتس بس، خلي ده فيرتس، يبقى ده ايكيتيكي وده فيرتس كده. دي اللعيبه اللي جابها ليفربول. انا هحط دي صابنيل، انا والله انا هحط دي صابنيل. فاحنا جبنا 6 لعيبه الا ربع كويسين يعني. إيزاك حبيب ماما مرمي في المستشفى، رجع ماتش باريس كده يشوف دوري الابطال ده بيقول ايه كده يعني، عشان هو احنا مش هنروح السنه الجايه بقى، ما احنا مش هنروح انت ما تعرفش، انا ما قلتلكش ان احنا مش هنروح دوري الابطال السنه الجايه، فاهم؟ ومش هنروح كونفرنس يعني، السلام على اللذيذه بتاعت الناس بيقول لك هنروح كونفرنس. ايه كونفرنس ده انتوا امالكوا عاليه، ده انتوا هنا، ده انتوا بصوا خرجتوا بره الكادر، ده انتوا فوق خالص. كونفرنس ايه؟ احنا داخلين على ظلام. مفيش صلاح هيلحقك السنه الجايه، مفيش صلاح هيلحقك السنه الجايه. انت اصلا كنت المفروض تشيل ابن القرع ده من بدري، بس انت بتحابيله عشان انت فاشل، عشان تعرف انك فاشل. رحت جبت لعيبه المدرب اصلا مش عاوزهم، مش عايز يلعبهم. فريمبونج ما بيلعبش ليه؟ ايه السبب ان فريمبونج ما بيلعبش، بيلعب بداله جوميز؟ مش فاهم، مش قادر افهمها. هو انتوا ما اتفقتوش معاه على اللعيبه دي؟ قول لي بقى، انتوا ما اتفقتوش معاه على اللعيبه دي وجبتوهم عشان انتوا عايزين تجيبوهم، عشان انتوا مسكتوا انتوا النادي، وطبعا حته العمشه بتاعتكم مشيتوها انتوا، جرتوها وضربتوها على ظهرها، وقلتوا تسمعي كلامنا وتوظفي اللعيبه اللي احنا جايبينها. طب انا طالب لعيبه، طب انا عايز لعيبه، المفروض انا مش عايز فيرتس، انا مش عايز فيرتس، جبتهولي تمام.
وظفه لنا بقى. انا مش عارف اوظف، انا فاشل اصلا. انتوا انا اصلا صلاح ولا جايب لي الدوري؟ صلاح وفان دايك اللي جايبين لي الدوري. انا اصلا بني ادم فاشل. انا اوظف لكم فيرتس ازاي؟ لا هاتوا الونسو بقى يوظف، هاتوا الونسو بقى يوظف. فريمبونج، لا انا مش عايز فريمبونج ده، انا هحطه بديل صلاح. طب هو مش بديل صلاح، لا لا هو كده. ايه اللي هو كده؟ ايوه هو انا هحطه بديل صلاح. كيركز هنجيب بيموت في كيركز، اصله متخلف زيه. انا اموت في كيركز عشان متخلف زيه. حل الليله دي ايه بقى؟ حل الليله دي بقى ان احنا ان شاء الله نخسر قدام باريس. اول مره في حياتي اقسم بالله ببقى بتمنى خساره فريقي. اول مره في حياتي ببقى بتمنى ان فريقي يخسر. عمري في حياتي ما كنت بتمناها، حتى مع اسوأ الوقت اللي كان فيه ارني سلوت وكنت ببقى عايز ان هو يمشي. انا دلوقتي مش طايق اشوفه. انا النهارده بيظهر على الكاميرا بسب ولعن، اقسم بالله العظيم مش طايق اشوفه، مش طايق اشوف بوستات عنه، مش طايق اشوف صوره. بقى بالنسبة لي يعني حاجة بشوفها بتقرف والله العظيم. رؤيته ومنظره بقى يقرف بالنسبة لي. ونسيت كل اللي هو عمله ومش هفتكره. محدش يقعد يقول لي ما تنساش ان هو جاب لك الدوري. هو بروح امه ما جابليش الدوري. اللي جاب لي الدوري محمد صلاح، عامد محروس غالي، وفيرجيل فان دايك. هم دول اللي جابوا لي الدوري، ومع شويه بقى اجتهادات من جرافنبرخ وماكاليستر. اللعيبه هي اللي جابت لي الدوري. الراجل الفاشل ابن الفاشل ده ما عملش حاجه. الحمار ابن الحمار ده ما عملش حاجه. هو شريط الحراميه بتوعه اللي قلت لكم عليهم في الاول. دول شريط الحراميه والمهرج. ان شاء الله دول شريط الحراميه والمهرج يعملوا مسلسل في رمضان ويحلوا عن الميتين اللي جابونا. هو ياخدوا بقى ايه؟ ياخدوا بقى جاكبو بقى وكيركز وشويه العاهات اللي اتبنينا بيهم، اللي ما بيعرفوش يلعبوا كوره، الفشله الحمير اللي هيخسرونا كل حاجه، اللي هيطلعونا بموسم صفر كده كده يعني. شيء بديهي وشيء واضح يعني. انا كان نفسي تنتهي نهايه سعيده والله العظيم بجد. كان نفسي تنتهي نهايه سعيده صلاح مع ليفربول، مع صلاح في الاتحاد، مع نجيب نحاول نساعده، نلعب برجوله، نبني خطه. سلوت يطلع يتكلم عليه باحترام، مش يقول لك انا مش ندمان. انت اساسا راجل بهيمه متساق، لا مؤاخذه يعني، متساق من الاداره ومن ريتشارد هيوز ومن مايكل ادوارد. جوزين الحراميه بتوعك سايقينك وانت ماشي زي الحمار معاهم عادي، وفي الاخر هيبيعوك وهتروح بلدكم وتفتح محل بطاطس زي ما قلت لك، والسيناريو ماشي يعني. والله العظيم صدقني انت هتتقلع من باريس 6-7 ودي تبقى اخرتك. فانا كان نفسي النهايه تبقى احسن من كده. كان نفسي ان انت تكون مدرب كويس. كان نفسي ان انت تكون بعد اللعيبه اللي جبناها لك دي، وهي حتى لو هي مش اللعيبه اللي انت عايزها، هي لعيبه هاي كواليتي زي ايزاك هداف الدوري، زي فيرتس واحد من احسن المواهب في العالم وفي المانيا، زي فريمبونج باك محترم، زي كيركز اللي المفروض كان باك كويس. انت بوظت وهدمت كل حاجه بسبب تعاملاتك وتعاملك الفاشل زي ما كان بيقول الشوالي النهارده مع غرفه خلع الملابس. واضح ان في ازمه ومشكله. اللعيبه مش طايقين يلعبوا، اللعيبه مش طايقين المدرب. اقسم بالله انت لو شلت ارني سلوت وحطيت فان برونخروست اللي هو المساعد بتاعه حتى، هتحس باداء بتغيير في شكل الفرقه. كان نفسي ان احنا نمشي ارني سلوت في نص الموسم، اللي هو يعني سلوت خسر ماتشات كتير قوي من ان هي ماتشات الاقاله. يعني كنت شفت حته لاحمد يوسف جو مشجع ليفربول برضو اللي في تيم مروان سيري ويرزع، كان بيقول ان ده ماتش اقاله. ماتش سيتي ده ماتش اقاله، دي حقيقه. على غرار ماتشات الاقاله اللي ارني سلوت مر بيها اصلا طول السيزون. سلوت بيخسر بالسكورات يا جماعه. انا طلعت على تيك توك مره في ماتش بي اس في ايندهوفن اللي غلبنا فيه 4 ده، كنت بقول ان لازم ارني سلوت يمشي النهارده. لازم. انت خلاص ضيعت هيبه ليفربول، هيبه الفرقه ضاعت، هيبه التيشيرت ضاعت، اللعيبه ما بقتش طايقه تلعب. نجمك واحسن لاعب في فريقك واحسن لاعب في تاريخ فريقك من وجهه نظر يعني على الاقل، وبقاله 10 سنين او 9 سنين هو احسن لاعب في فريقك، دي حقيقه. طهقان وطفش من الفرقه. انت متخيل يعني ايه طفش من الفرقه؟ مشي طفش، مش عايز يقعد، مش طايق يقعد، مش قادر، عشان عارف ان انت لو كملوا مع الراجل ده وهو شكلنا هنكمل معاه، شكلهم هنفضلوا يضحكوا علينا لحد ما هنخسر السيزون الجاي نلاقي نفسنا بننافس على هبوط زينا زي اليونايتد عادي، ونبقى اللي كنا بنتريق عليهم بقينا شبههم واوسخ منهم. دلوقتي هو عارف بقى اللي فيها، الراجل شكله عارف اللي فيها، خد بعضه ومشي. ويا ريت بقى فان دايك تعمل زيه وتاخد بعضك وتمشي عشان تاريخك. والله بكلمه عن ايه الهبل ده، والله بتكلم عشان هو عشان تاريخه ما يتمسحش. صلاح ذكي عشان عارف ان دلوقتي في فشل، دلوقتي في هبل، وان ارني سلوت مكمل
فانا على ايه؟ انا احفظ كرامتي يا عم. انا يا عم اصلا ماشي اخر السيزون، ولعب جاهز تخرج من تشامبيونز ليج، عايزين تخرجوا من الاف اي كاب، عايزين ما تتاهلوش دوري ابطال، انا اصلي مش فارق له، انا اصلا ماشي عشان انا عارف ان انتوا بتهبلوا. الراجل حافظ تاريخه وحافظ كرامته ومشي. يا ريت يا فان دايك تحفظ كرامتك وتمشي، يا ريت يا اليسون تحفظ كرامتك وتمشي، يا ريت يا اللعيبه يا كويسه تحفظوا كرامتكم وتمشوا، اللعيبه المشطبه تمشي لو سمحت، فان دايك تمشي، صلاح تمشي. انتوا خلاص عملتوا اللي عليكم، واحنا مش عايزين نحطكم في مصب الناس الفشله. مش عايزين نحطكم في مصب كيركس، مش عايزين نحطكم في مصب جاج، مش عايزين نحطكم في مصب فيرتس ولا ايكيتيكي، اللعيبه الفشله دي. اللي بالمناسبه اللعيبه الفشله اللي احنا بنقول عليها دي بتروح من قدام منتخبات هتعمل شو. فيرتس جايب جون عالمي مع المانيا، ايكيتيكي جايب جون من اوليسي اسيست، وعامل جايب جون في البرازيل وعامل شغل عليه مع مابيو، شغال نار. ويجوا هنا بقى يبقوا وحشين. طب بفكرك بقى، بفكرك يا رئيس نادي ليفربول، يا شلة الحرامية، بفكركم بقى انتوا كده، يا شوية يا اللي بتدوا ثقة لأرني سلوت، ايه رأيكم ان اللعيبة دي مع منتخباتها بتقدم أداء عالي وبتيجي فرقتنا بتقدم أداء سيء؟ يا ترى المشكلة في مين؟ أنا أقول لكم المشكلة في مين. المشكلة أكيد في عم حارس، عامل غرفة خلع ملابس في النادي الأهلي، هو ده المشكلة. عم حارس لو سمحت، محتاجين تقدم استقالتك واتكل على الله، عشان كده كفاية أوي 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 عليك. فنكتفي بهذا القدر من الصياح، لان الصياح اللي جاي كتير، ما تستعجلوش، ما تستعجلوش، الصياح لسه جاي كتير، وانا لسه راجع ولسه بقالي كتير مصدي، انا ما بتكلمش في الكوره مصدي. فمحتاجين ان شاء الله ايه نرجع واحده واحده كده ونتكلم ونصيح اكتر واكتر. لسه الصياح بقى ايه يوم الاربع كده هيبقى الصياح علني وعلى عينك يا تاجر وبالفم المليان، وان شاء الله ايه يعني تبقى يذكر تاريخي بقى كده 7 9 10. ولو كسبنا اطلع اقول على ايجابيات عادي، انا مش راجل منافق، انا مش راجل حرامي ومهرج، عادي لو كسبنا اطلع اقول على ايجابيات، ولو خسرنا هنطلع نصيح زي ما متعودين. بس هي دي اللي اقدر اقوله عن فشل منظومه ليفربول اللي بقالي كتير ما بتكلمش عليها. يا كده وصلنا لنهايه حلقتنا. متنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات، ان شاء الله الفيديوهات هتيجي نازله يعني كتير قريب. تكتب كومنت حلو وتشارك الفيديو في كل حته. بس كده، سلام.